لو بس كنت ساعتها عارف إن دي المرة الأخيرة 100 كانت هتفرق في الوداع. كنت هحضن سندس اللي في تانية تالت على المشاع وإحنا طالعين من اللجان بعد آخر امتحان، واسألها لو بتشوف فلان، طب فاهمة مادة ميس إيمان؟ طب ينفع أبقى أجيلكوا عادي، قصدي يعني البيت يساع. لو بس كنت ساعتها عارف إن دي المرة الأخيرة 100 كانت هتفرق في الوداع. كنت يومها أكيد هبيت عند جدي في شقته، نلعب ورق، نسهر سوا، مش هسيبه عشان ينام ليلتها من بعد الدوا، او يرد الشيش عشان ظهره بيتعب من الهوا. وقول له يعني بذمتك اخر نفس ساقع اخدته في صحتك بقى ما يسويش حبة وجع، بطل دلع. جدي اللي مات دفيان ليلتها باللحاف، لو كان عرف ان الليلة دي وداع لانفاس الهوا، ما كانش رد الشيش في اخر ليلة له، وما كانش خاف. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والأغاني اللي لما سمعتها دندنتها من مرة واحدة بالسماع، 100 كانت هتفرق في الوداع. هي كل حاجة كسبتها أو سبتها ملحقتش أشبع منها، اكمنها قالت هنروح من بعض فين. يا ناس يا عبط يا عشمانين، فرصة تانية للقا، بطلوا أوهام بقى، وكفاية أحلام، واسمعوا عيشوا بذمة وودعوا كل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه، كل كلمة بتقولوها وكل لحن بتسمعوه. عيشوا المشاهد كل مشهد زي ما يكون الأخير، اشبعوا ساعة الوداع واحضنوا الحاجة بضمير. ده اللي فاضل مش كتير، اللي فاضل مش كتير. الله يا مصطفى.